النوريمة شال الناس. اهلا بكم في واحد سيوة. اهلا بكم في واحد سيوة. اهلا بكم في واحد سيوة. كنت ساكتة ومعايا شقاوة، كان حر وعلى قلبي طراوة. هو ده انا اقل حاجة عندي. ايوه وريهم. هو هنا بيدي التعليمات بتاعت السلامة يعني، فبيقول لك اللي انت وانت راكب لازم تصوت عشان تفرغ طاقة الخوف يعني. هو بيقول كده. احنا واقفين هنا المفروض عشان خاطر نشوف الشروق. انا ما اعرفش هو يطلع من انهي زاوية، الشمس هتطلع من انهي زاوية، بس المفروض ان الشمس هتطلع من هنا. شايفين المنظر عامل ازاي؟ حابب اشارك الشمس وهي بتطلع يعني، اخد لقطة معاها. منظر خرافي تحفة. الشمس وهي بتطلع سبحان الله العلي العظيم. قرص الشمس كامل، مش عارف هو طبيعي المفروض يبقى كامل ولا ايه. هو بيطلع اصحاب علم الفلك بقى يقولوا لنا. بعد ما خلصنا الشروق هروح فين يا زياد؟ نشرب شاي صح؟ ولا تمام. انا متلخبط؟ لا نشرب مظبوط، شاي هنشرب شاي. وهنروح فين بقى؟ على حدود ايه؟ على حدود ليبيا. هنروح على حدود ليبيا. احنا حاليا هنا في الصحراء الغربيه، بحر الماء الاعظم، على حدود ليبيا. بيننا وبين ليبيا حاجات بسيطه. احنا واقفين هنا بنعمل ايه عشان عند حرس الحدود عشان التصاريح المباراه الحربية. اي سفاري لازم ليها تصاريح ولا الموضوع ده في سيوه بس؟ لا سيوة بس. يقول احلى صباح من احلى راجل سوال اتوبيس بتاعنا من حدود ليبيا ومصر، وان شاء الله يدعوا لنا نرجعوا بالسلامه كده ان شاء الله. هي الميلادية. هو ده جو وريهم جو. صلى على النبي. وريهم جو. صلى على النبي. يعني هتحس انت احسن من دبي. احنا هنبص عندنا احسن صحراء في صحراء. بس الموضوع امان. الكاميرا اتعوجت. ايوه وريهم. يعني ده امان اللي احنا بنعمله؟ ده بيعمل امان يعني. الفيديو. بنوع يا جدعان بنوع. الله. انت مسيطر؟ مسيطر. اتفرج على الفيديو هيشوفوا ثابت الكاميرا بس الاحساس مختلف. يوم جامد جدا والله، كان نفسي تكونوا معانا الصراحه. انا بص الزياد عامل ازاي. الموضوع صعب على فكره ومخيف. انا اول مره سفاري معانا استاذ محمود. نور بصراحه نورين سيوه. امسك نفسك. يعني اول مره سفاري، بس اعتقد هي اخر مره يعني. ليه بس؟ لا احنا بنعلي الادرينالين بس. لا لازم بس نعلي ده الادرينالين شويه. الاحساس مختلف خالص. انا كنت مفكر ان هو بيقعد يمشي في الصحراء كده وخلاص. انا زحليقه دي يا باشا، انت هتشوف. بيقولوا على الساند بورد يا جماعه زحليقه. هتشوف زحلقه دلوقتي ما شفتهاش في حياتك. من اساسيات فعاليات السفاري انك لازم تتزحلق. 1 2 3. ده نموذج مصغر. عاش يا محمد. ما تسيبش نفسك، المفروض ما يسيبش. كمل بقى كمل. انت بوظت لي الفيديو يا محمد، تعيدها لي تاني. عيدها لي تاني، ماليش دعوه. هضيف لك حبل. عاش. ايوه اوه ما بيصوتوش خالص. ما صوتوش خالص دول. صوتي له يا مريم وانت نازله. اول تجربه ليا للساند بوردنج. هنلف لفه ونجيب. ايه ثابت وما تتحركش لا يمين لا شمال. بصوا انت بتوصل تحت من الخوف يروح مايل كده. اه او مايل كده. لا خليك ثابت تمام. لغايه ما يقف لوحده. تعليمات السلامه يا جماعه. لا خلي بالك ها. يا اسمها ايه؟ روحي كده. يلا 1 3. بسم الله. لا طلعت ممتعة. الفكرة كلها ان انت هتفضل ثابت اطول فترة ممكنة. هي دي الفكرة، التركية كلها انك تفضل ثابت اطول فترة. طلوع اصعب. ما تحاولش
عاش 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 بس على الاقل عملتها، عاش عاش. على الاقل عملتها، محدش فيكي جاله القلب ان هو يقف. انا بتحدى احمد داوود بندبه، هو نزل مسافه قصيره، انا هنزل بقى للاخر، ودي اول مره اعملها والله. يا عم انا نفسي والله. عاش. بالنسبه لي دي اول تجربه في فيديو ما اتصورش، انا كسبت احمد فيه، نزلت للاخر خالص كداب اهو يا جماعه. ما لحقش يصوره، بس محمد يشهد مش انا سبقت. طبعا اتصور يا محمد، ما لحقناش نصوره الفيديو. ما لحقش تخطف وصور. لا تعب يا جماعه، شغل ساعه ده. شعورك انت في الجو في النزل انت نازل لا صعب، بس الطرق اصعب. تعيش يعني في المكان. وحيده في الصحراء. انت حالب يا جماعه، اللي على وش المايه دي مش وساخه، انت حالب. كانت طبعا المايه فعلا معايا سخنه. اللي فات. البنوته دي جابت بوكس كتير. حته غريبه مش زي المايه العاديه يعني. بس المنظر هنا تحفه. محمد شاهين جه صور هنا قبل كده على فكره، ظهر في كذا فيديو هنا. يعني تخيل لما تلاقي نص الصحراء مكان زي ده، انت حرفيا في نص الصحراء. سبحان الله، النخل مثمر يعني، مش مجرد نخل طالع في نص الصحراء وخلاص. هنا كل مكان. I met you, I threw my plans away. Coffee at night. حاج محمود بيجيب لنا تمر طازه من على النخل على طول. I used to be so good at planning things. Since I met you, كان I threw المفروض my يكون plans. مؤهل لكل حاجه، يعني زي استراحه، خزان ميه، حمام. المكان ده في قلب الصحراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوت خبيث. الحمام مش أحسن حاجة، بس فكرة إنك تلاقي حمام واستراحة والحاجات دي كلها في نص الصحراء. المنطقة اللي احنا فيها دي العين الكبريتية بسيوة. المكان ده تقريبا يعني هو اللي سجل فيه محمد شاهين قبل كده. في أصوات غريبة كده، مش عارف صوت ايه ده. سامعين البتاع ده؟ كنت بشوف ناس تقريبا في الصعيد ووجه قبلي بيستخدموه زي ليفة كده آثار. هنا تقريبا كانت في ناس بتاكل، بيسخنوا أكل هنا. تونة، الطريقة المعروفة، تجيب التونة تاخد الزيت بتاعها وتولع بيه، تعمل بقى شاي زردة، تعمل أكل. بيديك مساحة إنك تولع نار بشكل أكبر يعني. شايفين الجبال؟ شايفين منظر الجبال اللي هناك دي؟ أنا مش هعرف أوصف الهدوء عامل إزاي هنا. في هدوء طبيعي كده، في إحساس مختلف. أنت في نص الصحراء، أقرب منطقة عمار ليك حوالي 10 كيلو، وفي نفس الوقت برغم إنك في نص الصحراء زي ما أنت شايف أنت حاسس إن أنت في عمار، خضار ومية وعين كبريتية وشاي زردة وجوافة وتمر. تجربة لذيذة يعني، مختلفة. اللي عايز يجرب حاجة مختلفة يطلع سفاري. لا وفي صرف يعني، مش عارف بقى الصرف ده شغال ولا ايه. طبعا وارد تلاقي اي حشرة زي اللي لقيت على ودني دي، فوارد بقى تخش هنا تلاقي عقرب نايم تحت البتاعة دي خزانات بس مفيهاش حاجة. شايفين الحشرة اللي جوه دي؟ شوف شيح ولا ايه ده؟ فين؟ بص حجمها عامل ازاي، مش عارف باينة في الفيديو ولا لا. متخيلين المكان ده عامل ازاي او بعيد عن العمار بقد ايه؟ بس برغم كده بتجيله ناس من كل حته في العالم، مش في مصر، من كل حته في العالم. بيقولوا ان المكان ده في الشتاء بيبقى مزحوم جدا، وفعلا باين عليه يعني. تلاقي اثار نار في كل حته ومخلفات اكل وشرب. شايفين كميه التمر او البلح اللي على الارض، وسليم يعني، مش اللي هو مش ريحته مثلا معفنه او بايظ. شايفين اثار معرفش ده اثار كلب، آثار كلاب دي ولا آثار ثعالب ولا كائن ايه ده؟ مالي المكان ده؟ فحم، ناس بتجيب فحم وتولع وتسيبه. شجر ايه ده بقى؟ اللي عارف شجرة ايه ده يقول، لان في منها كتير هنا. تمر، يعني انت تخيل في مكان تمر فيه يعني على مستوى ايدك، جعان تاكل على طول، تقطف تمراية كده، بس انا مش عايز اقطفها عشان مش هاكلها، فتقطفها وتاكل على طول.
ممكن اجرب دي. بسم الله. من الطبيعة لبقك على طول. كل دي مخلفات انسان. انت ممكن تقدر من خلال التاريخ تعرف كان في اي وقت، بس التاريخ ممسوح. دينارة مانجو. مش عارف، حاسس ان ده مش مصري، كأنه مش من مصر، ليبي مثلا او حاجة زي كده. بس مش مكتوب تاريخ ليه انتاج او تاريخ انتاج. مكتوب اهو تاريخ انتاج 10/22، يعني من سنتين. هو مكان حلو، المكان اللي احنا فيه ده حلو مختلف، بس يعني بيتهيألي والله اعلم المكان ده هيبقى احلى بالليل. يعني المكان ده عايز بالليل مش عايز بالنهار. بالليل وتاخد تخيم تقضي فيه الليل وتمشي مثلا الصبح. المكان ده كأنه مطبخ، يعني كأنه كافيتيريا كده، وحد بيقف فيه ويقعد يبيع ويقدم طلبات حاجات زي كده. يعني هو شكل المكان يوحي بده. ده دليل، يعني ده إن دل يدل على ان هو في فترة بيشتغل فيها. بما اننا على حدود ليبيا، السجاير دي مش مصرية. السجاير دي مش مصرية، مكتوب ميد ان جريك، يعني مصنوع في اليونان. الناس شريبة السجاير تقول لنا السجاير دي مصدرها ايه؟ اعتقد جاية من ليبيا يعني. زي ما قلنا هتلاقي مخلفات اكل وشرب هنا كتير. الناس بتيجي تاكل وتشرب وتسيب المخلفات بتاعتها هنا في نص الطبيعة. طبعا الموضوع ده ضد البيئة، يعني ما بتتحللش. المخلفات دي مش عضوية فما بتتحللش، تفضل زي ما هي كده. لو جيت بعد 100 سنة هتلاقيها زي ما هي. طبعا ما عندناش الوعي والثقافة ان هو يخلي الناس تاخد بالها من التفاصيل دي. وطبعا مش هنقوله كلهم يعني، بس زي ما في حلو في وحش. ده زي تقريبا حوض، بس ايه معقولة كان في حوض هنا وشغال؟ طب المايه جايله منين؟ تكون جايه من عين الكبريتية. شوف المكان ده من ورا عامل ازاي. مكان كبير، مساحته كبيرة، شايفين المنظر عامل ازاي. برغم اننا الوقت يعني احنا تقريبا الساعة 9 والشمس طالعة، بس الجو مش حر قوي، يعني الجو مقبول، في نسمة هوا كده، فالموضوع لذيذ يعني، تتقبل الجو يعني، مش تبقى متأزم او حاجة. يعني مكان زي ده مثلا مكان زي ده انت ممكن تفضل قاعد فيه تستظل بالنخل اللي حواليك ده، الشمس متقرب لكش خالص. طول ما انت ماشي في المكان بقى تسمع اصوات وحشرات بتطير وحاجات غريبة كده. المفروض ان دي الصرف بتاع العين الكبريتية. مكان جميل يسحرك. فكرة انك تبقى في صحراء، كل اللي حواليك صحراء وخضرة في نفس الوقت، فكرة غريبة وممتعة. احساس مش هتحس بيه غير لما تجربه.